السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيدة بلقياكم، نتمنى دائما أنكم تكونوا بخير وعلى خير. اللحم بالبرقوق من الأطباق المغربية التقليدية المحضة اللي ما كتختارها في حتى شي مناسبة. دائما كيكون اللحم بالبرقوق حاضر. واليوم إن شاء الله غادي تشوفوا معايا هذا الطبق هذا اللي غادي نضمن لكم أنه ناجح 100%. جربوه العديد من الأخوات بطريقة المعتمدة منذ سنين الحمد لله، واليوم غادي تشوفوه معايا بمرافقات متنوعة ما فيه لا ثومه لا ربيع. شوفوا نقول لكم واحد الحاجه قبل ما غادي نبدا الوصفه. الحمد لله المغرب عندنا واحد المغرب اللي هو متنوع، يعني من طنجة للكويره ثقافات اللي هما متنوعه، طريقه ديال الطبخ متنوعه وكل واحد وطريقته. لكن راه هاد الطريقه هذه مجزومه هي الطريقه المعتمده ديال اللحم بالبرقوق. غادي ناخذ واحد الاناء نديرو فيه معلقه، انا كتشوفوا معايا المعلقه باش كنعبر. كندير 2 خرقوم بلدي، 1.5 بزار، و2 سكينجبير. علاش سكينجبير؟ السكينجبير هو اللي تيعقل لنا ديك المريقه، كيساهم ان ديك المريقه كتجينا عاقده وتجينا خضره كيف ما بغيناها. وعندنا 2 معالق ديال المروزيه، ولا ماشي المروزيه، هذه راس الحانوت ديال اللحم. راس الحانوت ديال اللحم كاينه مروزيه ديال الدجاج وكاينه مروزيه ديال اللحم. هي هذه البنات راه كاينه عندي في القناه، رجعوا ليها. فيها خليط ديال خدنجال، فيها قعقله، فيها بسبيسه، المهم فيها البزر الابيض. المهم مجموعين فيها مجموعه ديال المكونات. الورد البلدي، المهم مجموعه ديال المكونات اللي كنخدموا بهم المروزيه ديال اللحم. عندي شويه ديال الزعفران شعره، اما كترطبوه في شويه ديال الماء، انا شخصيا كنديره مباشره مع العطريه صافي. وكندير شويه ديال الماء. كيف قلت لكم ما كاين لا ثومه ما كاين لا ربيع لا والو. هادو هما التوابل اللي عندنا الخرقوم، عندنا البزار، عندنا السكينجبير، وعندنا المروزيه ديال اللحم. نديرو شويه الماء، ما كنديروش الزيت في الاول. اللحم ما كيدارش ليه الزيت بحال الدجاج، ما نديروش ليه الزيت، كنديرو غير الماء هو باش كنخلطو. وكنرقدوا اللحم ديالنا ضروري حتى هو بحال الدجاج، خاصو يرقد ونخليوه في ديك العطريه ديالو. كنديروه في الكوكوت ولا في الطنجره. شوفوا البنات اللي بغيتو يطيبوه في الطنجره، انا ملي كتكون عندي مناسبه فانا كنطيبو في الطنجره. وحتى الطنجره كتحافظ لينا على الشكل ولا على اللحم ديالنا، ما كيتفرتت ما والو، يعني كيبقاو دوك الطريفات كما حطيناهم كيبقاو. كنزيدو 2 ريوس ديال البصله وكنمرق وكنسد وكنزيد 2 تمرات صافي. وغادي نسد الكوكوت ديالي على عافيه مهيله مهيله مهيله. في الاول كيف ما لاحظتوا راه ما درت لا زيت لا والو، ما كنديروش الزيت دابا حتى كيبدا كيطيب لينا اللحم كيدخلوا الطياب. عاد كنحل عليه وكنزيد الزبده. انا شخصيا اللحم وخذوها مني، طيبوا اللحم بالزبده وردوا عليا الخبر. راه كيلو تاع اللحم تقريبا كندير فيه 50 غرام حتى 60 غرام ديال الزبده. الزبده كتفتي لينا اللحم، كتعطينا اللون زوين للحم، وكتعطينا حتى البنه. ملي كنقول الزبده ماشي الزبده ديال المارغرين، الزبده البنات من اصل حيواني. جربوها وردوا عليا الخبار. هنا قلنا كنزيد شويه ديال القرفه، وكنزيد 50 غرام ديال بودره ديال اللوز. انا كنخلطها مع الزنجلان، كناخذ الزنجلان والبودره ديال اللوز. الا ما كنتوش طاحنينهم مع العطريه، لانني انا في اللحم ديال العطريه ديال اللحم كنطحنها معاها الا كنت طحناها على يديا. لكن ملي كنشريها ما كنضمنش يكون فيها اللوز الزنجلان، فهنا كنزيد 50 غرام ديال اللوز. بودره ديال اللوز، يعني يكون مسحوق اللوز مع الزنجلان، يكونوا مسحوقين بودره. اما كديروهم من الاول في العطريه، اولا ملي كترقدوا اللحم، اولا كتخليوه حتى لنص طياب وكتضيفوها. جربوا هاد لي زوسيس اللي كنعطيكم ردوا عليا الخبار. هنا شوفوا الاغلبيه ديال العراسات، انا لا اعمم، لكن كاين البنات بعض الناس اللي ملي تيبغيو داك اللون المحمر ديال اللحم كيزيدوا مشروب غازي. راكم عرفتوا هذاك اللي في المهم كيزيدوا كوكا بالعبيط، عرفت كيزيدوا كوكا. ملي كنزيدو كوكا كتعطيهم داك اللون اللي كيقلبوا عليه، يعني داك اللون اللي كيجي هكاك مجيمر ومحمر بحال دوزتي اللحم في الفران وانت راه ما محمره ما والو. لكن انا لاصوص اللي غادي نعطيكم ما غادي ديروا لا ما تحتاجوا لا كوكا لا حتى شي حاجه. غادي تجي هذاك اللحم، الماء اللي غادي نخدموا به البرقوق غادي نقول لكم شنو غادي نديروا ليه. لكن قبل غادي نمشي للمطيشه معسله اللي غادي تمشي لينا مع اللحم. غادي تاخذوا كيلو طماطيشه تحكوه، مطيشه تكون طايبه، ماشي هذيك المطيشه المدقسه، خاص المطيشه تكون طيبه.
غادي نزيدو ليها كاس ديال سكر سنيده، غادي نزيدو ليها شويه تاع الملحه، شويه تاع البزار والقرفه، وغادي نزيد الزيت النباتيه. غادي نزيد زيت نباتيه ماشي زيت العود، الزيت النباتيه، وغادي نردها فوق البوطه ونعطيها الخاطر وطيب بالعافيه مهيله حتى كتعلك ليا وكتفرق. شناهي كتفرق ملي كندوز المعلقه من الوسط ما كتلاقاش، هنا نعرفها راها تعسلات كما كنديروا مع القرعه الحمراء. هنا كنمشيو نعطيوها كيف ما قلنا تحراك وعافيه تكون مهيله. غادي نزيد عليها واحد 3 معالق ديال الزنجلان مقلي، حتى كنبغي نطفي عليها هنا عاد كنزيد ليها 3 معالق ديال الزنجلان مقلي. كيلو طماطيشه، فيه كاس تاع سكر سنيده، فيه عشق ديال القرفه، فيه شي ديال الابزار، فيه الزيت النباتيه، وكيف ما قلنا نعطيوه التحراكه العافيه مهيله حتى كيبغي يطيب. ملي كتفرق لينا هذيك المطيشه كنزيدو 3 معالق ديال الزنجلان مقلي. دابا غادي نمشيو للبرقوق. غادي تاخذوا البرقوق غادي تسلقوه. هذه هي طريقتي انايا، كناخذ البرقوق كنسلقوه كنحيد منه ديك الماء ديك الكحوليه اللي كتكون فيه. من بعد كناخذ من المرق اللي طاب فيه اللحم. مرات ما كندير السكر، يعني خصوصا الا كنت غير هكا بغيتو غير للدار ولا الوليدات فانا ما كنزيد السكر، غير هذاك الماء اللي تسلق فيه. كنحيد الماء اللي تسلق فيه البرقوق، ومن بعد كنزيد شويه ديال المرق ديال اللحم، كنزيد شويه ديال الماء زهر، كتبقى مساله اختياريه. وهنا قبل ما كنطفي عليه كنعصر عليه شويه ديال الحامض. جربوا البنات هاد لاستيوس هادي، الا درتو السكر عصروا الحامض. علاش؟ وحتى اللحم حاولوا تعصروا فيه شويه ديال الحامض ملي بغيتو تطفيو عليه. الحامض كيعطينا واحد البنه خطيره البنات، لا اللحم ولا البرقوق. اولا كيهرس لينا الهجه ديال الحلاوه اللي ملي كنزيدو داك السكر في البرقوق ولا حتى في المشماش، هنا كيهرس لكم، ولا حتى في النقاص اللي هو بوعويد. فهنا الحامض ملي كتضيفوه في التالي كتعصروا ديك العصره كيهرس لكم الجهد ديال الحلاوه، ما كيجيش داك البرقوق يعني تيقهم بالحلاوه، ولا حتى كذلك المشماش اولا النقاص، يعني تيهرس لهم الجهد ديال الحلاوه. الحامض قلنا ما نزيدو حتى يتعسل ليا البرقوق، حتى كنقرب نطفي عليه عاد كنزيدو. هذيك المريقه البنات اللي كتشيط ليا انا من البرقوق ما كنرميهاش. هذيك المريقه هي السر ديال داك اللحم. هذيك المريقه البنات هي اللي كنزيدها في التالي على اللحم من قبل ما نطفي عليه. كنخلي غير واحد 5 دقائق ونطفي عليه، كتجمر ليا وداك اللون ديال البرقوق اللي كيطلق وداك الحامض وداك السكر وداك الشيء كيعطيني واحد البنه لهاد اللحم خطيره البنات. الا ما بغيتوش الحلاوه كيف ما قلت لكم، ما بغيتوش يجي حلو، ما ديروش البرقوق فيه السكر، ولا ديروا غير معلقه ولا جوج، راه ما كتجيش باينه مع داك الحامض. تيقوني راه كتعطي واحد اللون، الا شفتو تقولوا راه محمر في الفران، هو راه ما محمر لا الفران لا والو، تيجي من داك الشر رفيع. البنات جربوا هاد الطريقه اللي عطيتكم سواء في البرقوق ولا في المريقه ديال اللحم، وردوا عليا الخبار بحال ديما. الا ما فهمتوش شي حاجه خليوها في التعليق ان شاء الله نجاوبكم. خليت لكم راحه الى حلقه مقبله بحول الله.